السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. حبايبي النهاردة أنا رحت مول، ده جملة بنجهز عروسة عندنا في الشارع، فقالوا لي لازم تيجي تنجي معانا لاقي العروسة، فأنا هوريكم الحاجات اللي هي عندنا دي. عندنا في سوهاج ده مول، كل حاجة كده مكتوب عليها الأسعار بتاعتها وبالشكل اللي انتم شايفينه دوت. اللي ده البيتي والخروج، وبص كده ده الفساتين الخروج، ودي الدريلات. ماشي، انا بصور للبت عشان تشوف ايه اللي عايزاه. زي ما انتم شايفين كده، بس كده الدريلات والحاجات دي. ده مول كبير خالص، كله اسعار، بصراحه اسعار جميله جدا. بس كده الفساتين الحلوه دي، وده بص كده اثمانها وجميله جدا. بس كده طبعا احنا بنختار للعروسه طبعا حاجات بيتي وحاجات خروج وملايات وفساتين لا تخافيش. كده كمان هوريكم برضو المفروشات. احنا كده في الهدوم بيتي وخروج، وبص كده الفساتين دي بس كده. بصراحة أنا كنت بشتري الحاجات دي من مصر وكده يعني، فبصراحة لقيتها عندنا هنا ما فيش فرق. هنا برضو جملة برضو، بس يعني جميلة خالص خالص، وأسعاري أنا بص كده الفستان اللي هو الخروج ده، شوف بكام، ب 165، وفي أوكازيونات يعني حاجات نظيفة خالص. بص برضو الدريلات والحاجات اللي يعني كل اللي عجبني في الموضوع انه كل حاجة مكتوب عليها سعرها، وهو جملة وتاخدي ممكن من قطاع يعني. بص كده دي ممتاز 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 يعني صراحة. فانت لو عايزة تيجي اهم زي كده زي ما انت شايفة اهو. ده شال دي؟ برضو الشيلان هنا ممتازة خالص، وسعرها رخيص جدا، كله كراتين يعني. لا انا هاخد على كام لتر الواحد؟ الجيبات اسمع طبعا ممكن يا اسماء شوفي انت وهاجر. دي طبعا برضو جيبات صراحة جميلة جدا جدا، كلها دي نوع جيبات برضو كده. ودي برضو جيبات. طبعا انا الفيديو هيكون طويل جدا جدا على اني انا اعرضه لكم مره واحده، فانا هعرض لكم الفيديو على مرتين عشان برضو دي كده المفروشات والملايات والحاجات دي اللي هنشتريها والفوط وكده. الفيديو الثاني ان شاء الله قمصان النوم والبجام البيتي والخروج وكده ان شاء الله. انتظروني، وبعد كده في الفيديو القادم لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله القادم يعني، اللي هو بقيه المشتريات بتاعت العروسه والفلوج، اللي اكمل لكم باقي الفلوج يعني في الفيديو الثاني ان شاء الله، على اساس تبقوا ما تملوش يعني وتشوفوا كل شيء بالتفصيل. دي الملايات
دي ايه فوق ده؟ ايوه هنا هي عروسه الحته هتزيد عليها 100 جنيه. لا يا عم دي فوق ايه؟ لا جمله. دي 700 برضه. طيب طلعها لي. عايزه اقطم خلصان والله انا شعر راسي شاب منك يا ايمان. باقي الفاتوره دي يا باشا. ده برنس كامل. عايزه حمام انت؟ حمام صوره اهو. صوره دي كده. تصوير يا ماما. ده 3 قطع ده ولا 4؟ 3. وده ايه دي بطاطين ده؟ ده مفرش قطيف. مفرش قطيف اه. صراحة برضه اهو لونه اهو. بس كده انا بوريكم الشكل بتاعه فوق العلبة نفسها، عشان هو مش بيرضى يفردهم، ويقول الصورة فوق الصورة نفسها فوق المرسومة يعني على العلبة نفسها. وبرضه كده دي الفوط برضه. بكام ده؟ مش لا هو حلو بس هو مش كبير. هو هيريح الاسعار برضو. هو بيجيني ايه؟ انا والله يوميا بس مش يوميا بصراحه يعني. معنى هي مش بس عروسه يعني. اشتكى زبون الجمله ليه؟ لان هو راجل المفروض بيبيع لك انت برضه، ما بيبيعليش انا، لان انا ببيع له وهو بيبيع لي. يعني هو خد مني مثلا دي هي ب 200، انا ببيعها ب 245، بيبيعها اخذها مني انا ب 245، انا ببيعها لك انت بره ب 200 ب 300 جنيه اقل حاجه. اللي هي الدستة اللي هي نفسها دي العلبه. انا ببيعها ب 245، انا قلت لك 265 لان انا بحط 10% زياده على اي عروسه، ما بحطش ايه زي بره. هو لو خدها مني ب 245 وليه تحسبها على العروسه ما تحسبها جمله برضو؟ ما انا قلت لك هريح لك ماشي. ما تقلقش بكم دي كام بس في الاخر برضه تردونا. وريني دي ايه دي علبه هسيبهم لك بتاعت ايه؟ بس شكلوا تشكيلتكم على بعض عشان نعمل لكم فاتوره حلوه. يعني هتعمل فاتوره فيها قطع كم قطعه ده؟ لا كتير عن 12. بكام فوط السفره ده؟ عايزه الحفاظ دي عامله 108 وانا في الاخر هظبطها لكم ايه؟ سعر طب في بس دي احلى، دي 4 بس. وش دقيقه وش عشان هناخدوا علبتين لو هي اصلا ما فيش منها ما وقفاش. انا بقول لك 200 هحسبها لك قلنا 180 بس. اللي هم 4 بصي بالوحده دي ولا؟ السعر اللي 4 دلوقتي انت ما تحكيش فيه، لانه هو السعر اللي موجود على الجهاز وسعر الجمله. حتى لو قلت لك انا هديها لك ب 150 هتطلع مكتوب على الجهاز 180. انا ممكن احسبها لك ب 200 وهتلاقيها على الجهاز 200 برضه. طب هيحاسبني على حسابك انت ولا حساب الجهاز؟ حسبك على حساب الجمله. ما انت بتقول انا هحاسبك بكذا والجهاز هيطلعها بكذا. ايوه ما انا بقول لك انا بحاسبك، ما هقول لك انا بحاسبك على السعر اللي بيطلع من فوق هو موجود على الجهاز. اصل الجهاز موجود عليه سعرين، سعر الجمله وسعر القطاع. تمام. انا هحسب لك سعر الجمله. بدي على كام ده؟ دورك 210. اطفال الوان يعني. تفش الدنيا كلها. حطيها فين انت اللي نقيتيه كده يا نسا؟ هاتيها عشان هتبقوا مع بعض لكم فاتوره واحده. فين الفوطه الثانيه دي؟ نعم بس خدي لون تاني غير دي. على كام ده؟
قلنا 130 هحسبها لك 102 بس. 102 سعر الجملة. قطن طبيعي ده يعني 100 تمشي. بقول لك السعر كله موجود عليه. بيديها لك يعني سعر الوحده على سعر الجمله يعني. سعر الجملة لو تعال اختاري لك لون. بس هات لها لون غامق. بس عاد بعد ما احسب لك السعر الحلو ده والسعر الجملة ده خلي بالك منه. ده فوط مطبخ. مش حلو خالص. بكام قال لك؟ 60 جنيه. شيليهم خد. دول 215 3. هو كده بعد اذنك. ده موديل وده موديل. ده مكتوب عليه 215. شايفه دي خلي بالك برضه هتقلب وراي برضه مش لا لا ده هو سعر انا ممكن ما بحبش اللف والدف. دول 215 اللي هم الثلاثه. ما عنديش كلام كتير. دي برضه ب 247 ونص. ورينا. ده بكام؟ فيها 4. 240 بس. علبتها بكام دي؟ فين دي يا حبيبي؟ فيها 4 240 دي يا باشمهندس. 15 بس. دي ب 240 دي. 235 صح؟ صح ولا لا؟ كام؟ 163 والله بتطلع كراتين. فيها 4. الدربيه نشوف اختاري لك لو تعالي واحدة. شوفي ده تختاري ده. 163 ده. كلهم زي بعض. لا كلهم شهر واحد. بس الالوان دي حلوه، الالوان دي حلوه. ادخل اني ضربيه 695. هي دي الفوت شوفها. لا لا على في دربيه بيتي. بص على المفرش نفسه في العلبه نفسها من فوق. دي مفارش جميله خالص. بص ده لون بص على هنا، بص على هنا، بص فوق كده المفرش هو. بص الدرجة ده. احنا جبناها اسمها دي ولا مكان ابيض. على كام ده؟ ما مكتوب سعرها. ورينا نقلب اقفل كده. دي الدفايات، دي دفايات اللي قصدي غطا السجاد التركي، ودفايات برضو. ودي غطا سجاد زبدة، ده ناحيتين يعني كده وكده اهو. صراحة اسعار حلوة خالص برضو. ودي الفرو، دي الفرو، لا ده حفر او فرو، بس بصراحة كل هذه الاسعار اهي.